غالبا وانت ماشي في الشارع بتلاقي ناس معاهم عجل وبيشتغلوا دليفري، فعشان كده انا في الفيديو ده هقول لك ازاي تشتغل بالعجلة دليفري، مع التركيز على 3 شركات او 3 اماكن انت ممكن تشتغلهم، سواء انت كنت حابب فعلا تشتغل او كنت حابب تاخد فكرة عن انت ازاي تشتغل في المنصات اللي انا هقولها كمان شوية في الفيديو. وانا بضمن لك 100% لو انت كملت الفيديو ده للاخر مش هتحتاج تتفرج على اي فيديو تاني او تسأل حد عن الموضوع ده. فمن غير رغي كتير يلا بينا. اول شركة معانا هي الشركة الغنية عن التعريف، شركة طلبات. شركة طلبات من انجح الشركات في مصر اللي هي في مجال الدليفري، وتقدر تشتغل معاهم بالعجلة. والاوراق المطلوبة هي بطاقتك، ويكون بس سنك فوق 18 سنة. ولو عايز تنزل تشتغل في طلبات عندك حلين، يا تبعت لي على الواتس او على الانستجرام، هتلاقي كل ده في الديسكريبشن، تخش تبعت لي على الدي ام تقول لي انا عايز اشتغل، وانا هبعت لك واتواصل معاك اقول لك تيجي امتى المقر وفين المقر وازاي وتيجي معاك ايه، ومش هسيبك وهفهمك كل حاجة. والاوبشن التاني ان انت تشوف على جروبات الواتس اللي مليانة الدنيا، هتلاقيها برضو اللينك بتاعها في الديسكريبشن، مش هسيبك تتوه في الفيديو ده خالص. وطبعا لو انت عايز تنزل تشتغل، فقبل ما تشتغل لازم يكون معاك ابلكيشن طلبات رايدر. وطلبات رايدر ده ابلكيشن بتاع طلبات لكن مختص بس لبتوع الدليفرية. وانا مش حابب اطول عليكم او اديكم شوية تفاصيل، لان تفاصيل شركة طلبات هتكون في فيديو تاني انا هعمله. لان انا شغال اصلا مع شركة طلبات واعملها كأنها شغلانة جانبية بس كده. فانا اشتغلت مع طلبات 6 شهور، فانا فاهم كل حاجة واختصر عليك كل حاجة. فعشان ما تضيعش وقت وتتوه، ممكن تكلمني على الانستجرام او على الواتس، او ممكن تخش على الجروب بتاع الفيس وتتعامل مع احد المشرفين في شركة طلبات. فنخش على الشركة التانية. الشركة التانية اللي تقدر برضو تشتغل معاهم بالعجلة وهي شركة مرسول. شركة مرسول تقدر تشتغل بيها بالعجلة، وفي طريقتين: ان انت تقدم من الابليكيشن، انك تحمل الابليكيشن مرسول وتقدم بالشغلانة عادي جوه الابليكيشن. وممكن افرد عنها حلقة تانية لو انتوا عايزين، واكتبوا لي في الكومنتات لو عايزين. والاوبشن التاني ان انت من على جروبات الفيسبوك تكلم حد من المشرفين، وهتبقى عامله زي شركه طلبات بالظبط، هتنزل المكتب او تروح المقر وهيضطر يعينك عنده، وهتبقى محتاج البطاقه ويكون سنك فوق 18 سنه. المكان التالت هو ببساطه اي مطعم يقابلك بتاع بيتزاهات او مثلا صيدليه او ايا يكن ايه، هتخش هتقول له انا عايز اشتغل ومعايا عجله، وهوديك دليفري وهاخد خدمة توصيل. ده غير المرتب الثابت، وهتتفق معاه في الأول قبل ما تشتغل، ولو وافقك فأنت هتنزل تشتغل عادي، وهيبقى معاك العجلة وعادي وهتاخد خدمة توصيل. أو ممكن بقى تتفقوا على المرتب، دي حاجة ترجع لك انت وهو أكيد هيرضى، لأن انت يشوفك راجل مجتهد ونزل تاكل عيش وبتحاول تسترزق. فربنا يكرمك وإن شاء الله هتلاقيه، وطول ما انت بتسعى إن شاء الله هتلاقي شغلانة. بس كده دول ال3 شركات او 3 اماكن ممكن تشتغل معاهم بالعجلة حاليا. ولو عايزيني افرد حلقات تانية عن توصيل او دليفري، ممكن تكتبوا لي في الكومنتات وتقترحوا لي فيديوهات كمان اتكلم فيها. وبس كده، اتمنى ان انت تكون مستفيد. انا محمد خالد بقدم محتوى مفيد وجديد، واتمنى ان انت تكون مستفيد. وبيس.